المدارس قربت خلاص كده، المفروض ان احنا بنجهز لحاجة المدارس. وطبعا اكتر حاجة بتحيرنا الصبح السندوتشات بتاعة الولاد، مش بنبقى عارفين نعمل ايه، كل يوم نفس السندوتشات. تعالوا النهاردة هنبتدي كده الفيديو بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني اول نوع كده من انواع المعجنات اللي هتقدموها في المدارس. ندخل على الفيديو، بس قبل ما نبتدي الفيديو كده تصلي على النبي وما تنسيش تحط اللايك. عندي هنا 1.5 كيلو من الدقيق، نزلت عليهم بكوباية من السكر، وكمان كيس او باكت من الخميرة الفورية، وده طبعا على حسب ما بتستخدمي، و5 جرام فانيليا. طبعا حطيتهم كلهم على بعض، ولاني عارفة ومتأكدة ان الخميرة بتاعتي شغالة وزي الفل، فطبعا نزلت كمان بمكون كده كان عندي اللي هو وش اللبن. وده طبعا يعني مكون اختياري، لو مش موجود بلاش منه. ابتديت كده احطه على المكونات اللي قلنا عليها في الاول، ودي ازازة شرش. ايه ده؟ شرشة هتعملي بيه معجنات؟ عايزه اقول لكم بيبقى طري جدا وهش، بيخلي المعجنات نفسها هشه كده وطريه، وما شاء الله فيها طراوه مش طبيعيه. بديل الخل او بديل المحسن الطبيعي بتاع المعجنات هو الشرش بتاع اللبن او بتاع الجبنه. لو ليكوا معرفة بأي واحدة فلاحة بوصوا عليها أو بوصوا عليه، وهي بأمر الله بتخليه، يعني هي كده ولا كده بترميه أو بتعمل منه المش او الجبنة القديمة. لو مش بتحتاجه، هما بصراحة كتير قوي بيرموه بيفرطوا فيه، لاني يعني بيبقى قطرة كتير عندهم وكده فبيفرطوا فيه بسهولة. فلو لقيتي حد كده من الفلاحين ووصيتيه عليه هيجيبهولك على طول. فضلت اعجن بيه كده زي ما انتوا شفتوا، عجنة كده محترمة لحد ما العجينة زي ما انتوا شايفين كده كانت بتلزق معايا شوية. نزلت عليهم بنص كوباية من السمنة او الزيت على حسب المتاح والموجود عندك. ولعلمك ممكن تستخدمي مية فترة عادية خالص، مش شرط ان انتي تستخدمي الشرش ده، بس حرفيا بيفرق قوي، ولانه كمان مفيد جدا سواء بقى في الاعصاب او العضلات بتاعتنا يعني. فبصراحة ليه فوائد كتيرة جدا، ادخلوا كده على جوجل وان شاء الله هتشوفوا الفوائد بتاعته. انا بعد ما عجنتها كويس كده بالسمنة وكانت بتقطع معايا ولازم تبقى فيها تلزيقة بسيطة، غطيتها كده ودخلتها الفرن بعد ما طبعا دفيته، وسبتها تخمر مش اقل من نص ساعة. بعد نص ساعة كانت بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. تبتدي بقى تنزلي تهبطي الخمور بتاعها وتنزليها على الرخام بتاعتك، وتبتدي بقى تقطعيها عشان تشكليها. تحشيها بقى بأي حشوة متاحة أو موجودة عندك في التلاجة. أنا هنا استخدمت حشوات كلها من التلاجة، حرفيا ما اشتريناش غير حاجات بسيطة جدا وهقول لكم عليها دلوقتي. ابتديت كده أقسم العجينة، وكمان يعني أخدت نصين أو قسمتها نصين، وأخدت أول نص كده ابتديت أكوره الكور اللي انتوا شايفينها دي، حجم البيضة بالظبط، ما تكترش أو ما تكبرش عن كده. تبتدي بقى تكوريها كلها قد بعضها او حجم بعضها. لو عندك ميزان عايزة توزنيها عشان تبقى شكلها كلها قد بعضها مفيش مشكلة. انا هنا بصراحة استخدمتها على كده، يعني تفاوت بسيط قوي ما بين الكورة والتانية. ابتديت اكور النص اللي احنا اخدناه مع بعضه، وهبتدي بقى اعمل الحشوة بتاعته. عندي هنا جبنة قريش عادي جدا، عشان كده انا بقول لكم حاجتها كلها كانت موجودة في التلاجة. جبنة قريش بصراحة ما يعني ما بنستغناش عنها، على طول بتبقى موجودة في التلاجة. وهنا كمان جبت لانشون وقطعته قطع صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. وجبت كمان زيتون برضو كان موجود برضو متاح، وكمان قطعت عليه فلفل كده كتير، طبعا ده على حسب الرغبة. لو عايزة تشيلي اي مكون من اللي احنا حطيناهم دول ما فيش فيها اي مشكلة، بس بصراحة الخلطة دي بتبقى حلوة جدا جدا مع بعضها. خليت كده شوية زيتون وشوية لانشون متقطع قطع، علشان هحشي قطع لانشون بالزيتون بس. دي بقى الكور بعد ما ارتاحت يدوب 10 دقايق بالظبط بتبتدي تفردي كده زي ما انتي شايفة. طبعا العجينة بتبقى شادة لان الشرش بيبقى فيه نسبة ملح، وانا زودت السكر علشان ببقى عارفة ان هو فيه نسبة ملح شوية، فبيبقى عامل عرق فظيع يعني، فبياخد معاكي وقت في الفرد، فلازم تسيبي العجينة ترتاح من وقت للتاني. دي طبعا ملحوظة لازم تاخدي بالك عليها كويس جدا، ما بين الخطوة والتانية لازم تسيبيها ترتاح. زي ما انا قلتلك فيها نسبة ملح شوية، لان الشرش بيبقى مالح فبيعمل عرق قوي جدا لأي عجينة بيتعجن بيها. تبتدي تاخدي كورة كورة كده زي ما انت شايفة، وتبتدي تعمليها زي المركب.
الاول بتفرديها كده بصوابعك عادي جدا، وبعد كده بتمسكي الطرفين تطبقيهم على بعض وتخليها من النص مفتوحة كده زي ما انت شايفة، وتبتدي كمان تحطي عليها الحشوة بتاعتك. ممكن تتحشي بأي حاجة تانية غير الحشوة دي على حسب المتاح واللي موجود واللي بتحبوه. هعمل واحدة تانية اهو معاكم علشان تاخدي بالك هي معمولة ازاي، وتبقى معاكي بسيطة وسهلة جدا وتتعمل بمنتهى السهولة وما تاخدش معاكي وقت ولا مجهود. بتحاولي كده تفردي من النص وتضغطي عليها كويس وتقفلي من الطرفين بحيث ان هي تبقى عاملة زي المركب كده متقفلة من الناحيتين، وتحافظ على الحشوة وكمان الحشوة بتاعتك ما تقعش منك. وخدي بالك لما تيجي تضغطي عليها او تقفليها من الجنبين كده زي ما انت شايفة ما يكونش في ايديكي مادة دهنية خالص علشان العجينة تمسك في بعض بمنتهى السهولة. لو حاطة في ايديكي مادة دهنية هيبقى صعب جدا ان الطرفين يمسكوا على بعض، هتبقى المادة الدهنية عاملة عازل ما بين الأطراف وبعضها. ده الشكل النهائي بعد ما حشينا الكمية كلها. تبتدي بقى تغطيها وتحطيها في مكان دافي عشان تخمر. ده كده الشكل النهائي ليها بعد طبعا ما خمرت. اللهم بارك. خلاص بقى انا هبتدي كده اسخن الفرن، بس لما ادهن الوش الاول جبت بيضة بدرجة حرارة الغرفة ونزلت عليها برشة من الفانيليا وقلبتهم كويس جدا. ممكن صفار بيضة بس بيبقى افضل يعني واحسن، بس انا يعني قلت بالمرة انا كده ولا كده ضربتها مع بعضها. فهبتدي بقى ادهن الاطراف بتاعتها عشان تديني الوش الاحمر الحلو كده بتاع الافران. تاخدي خدي بالك بتبقى عاملة خيوط كده علشان الزلال بتاع البيض او البياض نفسه بيبقى في مطة كده، فبتحاولي ما تاخدهاش في الفرشة. تاخدي ايوه النقط او القطرات اللي بتبقى ناعمة معاكي بتدهنيها بمنتهى السهولة. اولا الزلال بتاع البيض ده بيمسك في الصينية، لو نزل على الصينية بينزل في الصينية ومبيرضاش يطلع بسهولة يعني. ثانيا مش بيدي اللون الحلو للمعجنات اللي احنا او اللي معروف المتعارف عليه في الافران. هتبتدي بقى تجيبي شوية سمسم وتحطيهم على اللي انتي دهنتيه بيض، وكمان بقى لو عندك شوية جبنة موتزاريلا بتبقى تحفة وشكلها حلو وبيبقى ليها مطة كده وهي سخنة فظيعة. بعد ما تحطي الجبنة الموتزاريلا وتحطي الاضافات اللي انتي عايزة تضيفيها بتدخليها على طول على فرن درجة حرارة 220 من تحت ومن فوق. المعجنات ما بتطولش في الفرن، بيتولع عليها من فوق ومن تحت وبيبقى الفرن ساخن جدا. وده الشكل التاني اللي عملت بيه بقية العجينة. اللهم بارك. كان شكله حلو جدا عامل زي يعني كورة كده بتحشيها من جوه وبعد كده بتخليها بيضاوية ما بين ايديكي شبه البوريك بتاع الافران بالظبط. هتبتدي بقى دخلت طبعا اول صاج وطلعته طلع بالجمال والشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا سخن جدا ما كنتش عارفة امسكه. فلو حسيتي ان المعجنات بتاعتك ماسكة في الصينية، ودي معلومة مهمة جدا، هتبتدي تغطيها ما تطلعهاش بالعافية. لو ما طلعتش معاكي باي سباتيولا ولا حاجة بتبتدي تغطيها وتسيبيها قد 10 دقايق كده تعرق في الصينية، هتطلع معاكي بمنتهى السهولة. وده كده طبعا عشان كانت سخنة ما كنتش عارفة امسكها. طعمها عايزة اقولكوا جامد جدا، والطراوة والهيشان اللي فيها حرفيا كأنك عاملة ميني بيتزا كده صغننة، وشكلها حلو جدا حتى لو اتقدمت لضيف او اخدتيها معاكي لاي تجمعات كده حسب بقى المكان اللي انتي بتروحيه، سواء تجمعات اسرية او حتى في الشغل معاكي، بتبقى حاجة كده تشرف. طعمها حلو وهايشة جدا. بصوا من جوه عاملة ازاي، زي القطن ما شاء الله اللهم بارك. ولا كمان الجبنة طعمها فيها ملهاش حل. ميكس حلو جدا جدا. جربوا الميكس ده اللي هو جبنة بالزيتون كمان بالفلفل يعني، وتحطوا عليه كده قطع لانشون، بيبقى بصراحة حلو قوي قوي فوق ما تتخيلوا. مهما اوصف لكم الطعم ولا الريحة حرفيا مش هوفي حقه. وده الشكل التاني، وبصراحة ده بيوفر معايا وقت ومجهود وكمان بيرمي كمية كبيرة جدا غير القطع التانية. ده طبعا كان الفيديو بتاعنا. عايزة اقول لكم ان بصراحة يعني الشكل والطعم ابهرني وكان طعمه حلو جدا جدا. عايزاكم تجربوا الوصفة دي بالتريكات والحركات اللي قلت لكم عليها. ولو طبعا موجودين معايا لحد دلوقتي ما تنسوش تصلوا على النبي كتير في الكومنتات
وكمان تقولولي ايه رأيكم في الوصفة الحلوة دي، ويا ريت تجربوها تعجبكم قوي. ربنا دايما يحسن ما بين ايديكم وتوفر معاكم كتير في مصاريف السندوتشات الصبح بتاعت الولاد. اسيبكم في حفظ الله، اشوفكم في فيديو جديد، هستنى رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.